السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وبأحسن حال وبراحة البال يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم وعلى كل أمة المسلمين يا رب العالمين. بصوا يا جماعة، احنا عايزين نتكلم كده في موضوع مهم جدا جدا، ويخصنا ويخص أي حد. مش معنى ان حياتك خلاص وقفت على كده، لا، انت تكملي حياتك وربنا يصلح لك الحال ويصلح لك حياتك ويجعل حياتك هنا وسعادة وراحة البال. يعني ايه؟ يعني مش الحياة ما بتقفش على حد، الحياة بتكمليها وبتمشيها منك لنفسك وبربنا الأول ثم انتي، وتعرفي تمشي حياتك وتعرفي تمشي بيتك وتمشي دنيتك كلها. وربنا يا رب يصلح لك الحال ويجعل دنيتك خير وهنا وسعادة وراحة بال. فأنا حابة إن أنا كنت أتكلم إن الدنيا ما بتقفش على حد. آه، ربنا يكرمك فيها وإن شاء الله تفضلي كده دايما كده سعيدة وهنا وراحة بال يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، هنخش كده في الأكلة بتاعتنا النهاردة. هو الفيديو متأخر بس أنا يعني ايه، كنت تعبانة شوية، ولكن الحمد لله الدنيا بقت تمام ونحمد ربنا على كل شيء. زي ما انتوا شايفين كده انا معايا هنا، زي ما انتوا شايفين في اول الفيديو انا كنت بعمل محشي وبط كده زي ما انتوا شايفين يا جماعة. هنا ايه، انا بحب ان انا اجيب شوية من البصل كده واتبلهم. عفوا يا جماعة، واتبلهم واسيبهم شوية. طب ليه يا ام جودي؟ هقول لكم ليه. انا بحب اعملهم كده، يعني زي ايه، بحب احطهم كده على الصلصة وعلى الرز وعلى الشبت والكزبرة. بيدي طعم للمحشي خطير جدا جدا، يعني بجد طعمه جنان بجد. لما تجربوا الطريقة ديت هتعجبكم جدا. انا معايا هنا زيت ومعايا سمنة، بحب ان انا اطبخ على طول دايما بالزيت والسمنة، وانتوا عارفين ان الدنيا غلت والحمد لله رضا يعني. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده نزلت بالبصل بتاعتي مع السمنة والزيت، ومعايا كده زي ما انتوا شايفين البصلة كده زي ما انتوا شايفين كده متبلاها وحطها على جنب لحد لما اشوف انا هعمل فيها ايه. ما تنسوش بقى بالله عليكم اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، وعايزاكم بقى كده يعني ايه تشجعوني يا جماعة الايام اللي جاية ديت، عشان يعني ايه ربنا يكرمنا كده في القناة وتوصل كده لأكبر عدد. زي ما انتم شايفين كده دي الصلصة بتاعتي، بحب ان انا اسويها كده واحطها في اكياس، وعلى قد الطبخة يا جماعة اطلعها واطبخ بها كده على طول. انا بحب اعمل كده على طول يعني. اللي انا اشتريته دي كانت بصلة كبيرة، وانا ما بحبش احط البصل كبير في قلب المحشي بتاعي. بحب احط يعني ايه حاجات بسيطة كده، يعني يكون حلو كده، يعني ما يكونش قوي يعني والكلام ده، يعني البصلية تخينة كده لا، بحبها تكون يعني ناعمة وحلوة كده. ده معايا بقى كده هوت، يعني حوالي من 5 جنيه شبت على كزبرة. زي ما انتم شايفين كده انا بقى بوريها لكم اهوت. ده الرابطة ديت يعني بتعدل 2 جنيه او حاجة، يعني انا جبت كمية يعني، مش فاكرة انا جبت بكام بصراحة، بس الرابطة ب2 جنيه. هنا بقى يا جماعة زي ما انتم شايفين كده غسلت الشبت والكزبرة، وبحب ان انا لما بكون فاضي شبت وكزبرة بحطه في الفريزر، ما بغرلهوش اي حاجة خالص نهائي، بيفضل عندك. وبصراحة يعني المفروض ان احنا نخزن حاجات. الايام اللي جاية ديت ايام صعبة جدا، ويا رب ربنا يسترها عليكم ويفرج عليكم من وسعة ومن نعم يا رب العالمين. هنا بقى الصلصة بتاعتي شوفوا بقى جميلة جدا ازاي. حطيت لها بقى بهارات اللي هي الكمون وفلفل اسمر وبهارات المحشي اللي هو ال7 بهارات، وحطيت مكعبين من من الماجي. وزي ما انتم شايفين كده يعني بصراحة بتدي طعم جميل جدا جدا. وحطيت من التتبيلة بتاعتي، التتبيلة ديت جميلة جدا يا جماعة، بحب احطها على طول عندي في التلاجة. بتدي طعم جميل جدا جدا لأي حاجة تخص إن كان المحشي أو تخص أي حاجة يا جماعة. زي ما انتم شايفين كده انا بقى ايه سويت كده الصلصه بتاعتي، وهنا بقى قطعت الشبت والكزبره بتاعتي، هنا الشبت وهنا الكزبره، ولو في بقدونس يبقى كده تمام حلو قوي رضا. هنا اهوت بقى يا جماعه حطيت دي الشبت لوحده والكزبره لوحده زي ما انتم شايفين اهو. ده التخريط بحب اخرطه خرط كده صغيره. هنا بقى جبت الرز بتاعي غسلته، لازم ان انت تغسليه عشان يكون يديلك طعم حلو ومحشي يكون كويس. حطيت بقى التتبيله بتاعتي زي ما انتم شايفينها كده اهيت،
جميلة جدا. بصل يعني بصل والتتبيلة بتاعتي اللي كانت موجودة. بس يا جماعة التتبيلة عبارة عن ايه يا ام جودي؟ عبارة عن فلفل احمر وفلفل اخضر وتوم وكمون، وبضربهم كده في الكب عندي، وبعد كده بقى بحطهم عندي، وصراحة بتدي يعني طعم جميل جدا جدا. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، كده انا خلصت اهو وقلبت كل الرز بتاعي، وبدأت ان انا احشي بقى. حشيت كده ارضية الحلة كده اهو زي ما انتوا شايفين. احنا بنحشيها على طول كده بالاخضر، وبعد كده بكمل بقى. هنا بقى محبتش ان انا اطول عليكم، قلت هكمل الباقي بقى معايا. وده السمنة بتاعتي. أنا بحب إن أنا أستخدم السمنة، اسمها سمنة الجنة، بجد حلوة جدا جدا. بحب إن أنا أستخدمها دايما على طول يا حبايبي. هنا اهو بقيت المحشي اهوت. أنا كده كده خلصت اهو المحشي، وبألف هنا وشفا على اللي ياكل واللي جرب الطريقة بتاعتي. وكده خلصت الأكل بتاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.